السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه هو الدواء اللي بيسبب اصفرار الاسنان يا دكتور. من الادويه اللي بتسبب اصفرار الاسنان مضادات الهستامين والادويه بتاعه ارتفاع ضغط الدم، وممكن بعض انواع المضادات الحيويه لو كان الشخص ده خدهم في طفولته زي التترا سايكلين والدوكسي سايكلين. دي من الادويه برضو اللي بتسبب اصفرار الاسنان. والعلاج الكيميائي بعد كده او الاشعاعي اللي بياخدوه في علاج السرطانات، او في علاج الراس والرقبه لو كان فيهم عايز اقول لك اورام او حاجات من يعتبر الامراض السرطانيه. طيب دي الحاجات اللي هي بتسبب الاصفرار. لو عايزين نتكلم في حلقات تاني من الانواع ديت على بشكل اكبر في الادويه، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه. عايزين مفيش احراج في اي حاجه، كل اللي عايز اي حاجه اول باول من تحت يكتب لي ويقول لي ايه الحلقات اللي هو عايز نكمل في النوع ده منها. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.